السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناتكم إشراقة سعيدة. كل سنة وانتم طيبين، وده أول فيديو بعد العيد مع فيديو جديد. هنعمل مع بعض الوصفة الحلوة دي اللي انتوا شايفينها، والجمال اللي انتوا شايفينه ده. كل الناس بتحبها، كفتة الجمبري بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت. ناس كتير بتحبها بس بتشتكي من انها مش بتظبط معاهم، او بتبقى فيها حاجات يعني بيستصعبوا فيها حاجات معينة. يلا بينا نعملها مع بعض ونشوف اسرارها وازاي تطلع حلوة معانا زي ما انتوا شايفينها كده وجميلة. وممكن تعملوا منها عزومة حلوة قوي. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. ونشوف هنعمل الكفتة بتاعتنا ازاي. ما تنسوش لايك وشير وكومنت وسبسكرايب اللي اول مرة يشوفني. انا اسمي اسماء ودي قناتي اشراقة سعيدة. ونتعرف على مقاديرنا. جبنا في البولة الخضرة بتاعتنا. الخضرة عبارة عن كزبرة وبقدونس. اوكي، مقطعناها كده بطريقة عشوائية. تمام. نزلنا بيهم في البولة، وعليهم حوالي 3 بصلات صغيرين كده متقطعوا بالطريقة دي، ومعاهم شوية فصوص توم. تمام. نزلنا على بعد كده عليهم بالجمبري بتاعنا. جمبري عبارة عن حوالي ربع كيلو جمبري مقشر. كان متقشر عندي في التلاجة طبعا. تمام. حوالي ربع كيلو كده. تمام بعد التقشير. بعد كده نزلنا عليهم بحوالي نص كيلو رز، كان منقوع قبلها بليلة في مية. نقعناه حوالي ساعتين، وبعد كده نشلناه من المية وحطيناه في الايه في مصفى. تمام. وبعد كده لما لحد بقى تاني يوم لما نيجي نعمل الوصفة بتاعتنا. بعد كده حطينا طبعا قرنين فلفل مقطع. تمام. وقلبناهم كويس كده مع بعض. بعد كده جبنا مكنة البسكوت بتاعتنا، او مكنة المفرمة. هي مكنة البسكوت او مفرمة اللحمة. هي بتبقى فيها وشين، الوش اللي هو المخرم بيبقى فيه خروم كده. اللي بنستخدمه في اللحمة، في فرم اللحمة. تمام. بعد كده هضيف الخلطة بتاعتنا اللي عملناها في المكنة شوية بشوية كده. تمام بالطريقة دي شايفينها. عشان تطلع معانا العجينة زي بالظبط كأننا بنفرم لحمة فيها. تمام. على فكرة لازم تتعمل مرتين، يعني عملتها كده مرة والعجينة لما نزلت كلها في الطبق اللي انتوا شايفينه كده، رجعتها تاني في المكنة عشان تتفرم مرتين. تمام. يبقى احنا فرمنا العجينة مرتين عشان تنعم معانا، متبقاش خشنة، لازم تكون ناعمة شوية. تمام. زي ما انتوا شايفين كده فرمناها فرمة حلوة كده. تمام. وبعد ما اتفرمت رجعناها تاني في البولة. وضفنا بقى عليها البهارات بتاعتها. طبعا شوية ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا. تمام. كزبرة ناشفة، شوية كزبرة ناشفة برضو هضيفهم اهو. ودي البابريكا. وهقلبهم مع بعض كده تقليبة حلوة. احنا مش بنضيف بهارات كتير يعني، او عشان هي يعني دي البهارات بتاعتها بس. تمام. وهقلب الخلطة كويس بقى مع البهارات. كده البهارات ما اتحطتش والخلطة خشنة قبل المكنة، لا. بعد ما عملنا العجينة بنضيف البهارات بتاعتنا. تمام كده. وهنقلبها بقى مع بعضها كده كويس. تمام عشان البهارات تمتزج في العجينة كلها. بجيب بعد كده معلقة هريسة حارة. تمام. بضيفها اللي هي هريسة الشطة. تمام. دي على حاجة اختيارية عشان يعني على حسب كل واحد ما بيحب يعني. ونسيت اقول لكم كمان مع البهارات مهم قوي كربوناتو او بيكربونات صوديوم. تمام. مهم قوي، بنضيف حوالي ربع معلقة صغيرة عليهم.
وضفنا مع العجينة بقى شوية زيت كده على الوش عشان نقدر نصبع العجينة كده تمام بالزيت، لان من غير زيت هتبقى صعب قوي ان احنا نطلعها صوابع كده تمام، لانها بتلزق في الايد طبعا. كمان ممكن لو لقيناها العجينة طرية قوي قوي معانا يعني بعد ما عملناها في المكنة او في الكبة، ممكن نضيف لها شوية دقيق كده لحد ما تتمسك بس شوية كده تمام، لان لو عملناها كمان في الكبة هتبقى طرية قوي قوي يعني. تمام كده. بنصبع بقى كده بالزيت كده زي ما انتم شايفين. بتبقى الزيت كده بيندهن على ايدينا طبعا كده بناخده من العجينة، فبيبقى الموضوع سهل قوي في واحنا من ايه بنطلع صوابع كده بيها تمام. ودي بعد ما عملتها كلها شايفين نفس الطريقة كده صوابع الكفتة، كفتة الجمبري ممكن نعملها برضو بنفس الطريقة. لو في صبيط بنعمل برضو بنفس الطريقة، بدل الجمبري بنضيف صبيط تمام. دي كفتة اللي هي الكفتة البحرية، كفتة المأكولات البحرية على طريقة الكفتة دي على طريقة وجه بحري تمام. وفي زيت سخن قوي بننزل بقى بيها كده تمام. نزلت بشوية. ممكن لو بنحبها مقلية بس بناكلها مقلية بس كده بعيش، ما بتبقى بتتقلي بس كده بتتاكل وهي ناشفة كده، بتبقى لذيذة وحلوة قوي. مش عايزة اقولكوا على الريحة وهي بتتقلي كده، وبعد ما تطلع بتبقى ريحة جبارة ورهيبة. والشوية التانيين انا قليت شوية. عملت بقى هنا صلصة عادية اللي هي صلصة ببصل وثوم تمام وطماطم. طبعا بعد ما اتسبكت نزلت بايه بشوية من الكفتة النية تمام. الكفتة وهي نية يعني ما عملتش فيها حاجة، نزلت بشوية وشوية صلصة في حلة تانية متسبكة برضو على النار. ضفت شوية كفتة من اللي هي المقلية تمام، لان في بيحب اللي هي الكفتة المقلية في الصلصة، وفي بيحب الكفتة اللي هي لما تكون نية في الصلصة. انا طبعا بفضل اللي هي الكفتة النية في الصلصة، بتبقى طعمها رهيب قوي، اللي مجربهاش يجربها. بتبقى طعمها حلو قوي يعني، كمان افضل من اللي هي المقلية في الصلصة. فطبعا دي حاجة نسبية على حسب كل واحد ما بيحب. انا عملت من طبقين من ده ومن ده، من نوعين يعني، لان عندي في بيحب بالكفتة المقلية في الصلصة، وفي بيحب كفتة نية وتستوي في الصلصة تمام. دي كده الكفتة المقلية لما انضافت في الصلصة تمام، شايفينها عاملة ازاي. ودي بقى الكفتة اللي هي النية اللي انضافت في الصلصة واستوت على النار حوالي سبتها حوالي نص ساعة على النار كده، على نار هادية، لما تستوي على ايه في الصلصة بتاعتها تمام. بتبقى طعمها رائع قوي وجميلة. جربوها اللي مجربش الطريقة النية دي في الصلصة، جميلة جدا. انا في رأيي انها بتبقى احلى كمان من اللي هي المقلية في الصلصة تمام. شايفينها عاملة ازاي، طعمها مختلف تماما يعني. دي بقى المقلية اللي كانت مقلية وضفناها في الصلصة تمام. كانت طبعا يعني ما خدتش سوت زي التانية، ما سبناش على النار كتير زي التانية تمام، لانها هي اصلا كانت مقلية وانضافت في الصلصة. اهي شايفينها عاملة ازاي. طبعا دي بقى الكفتة المقلية، اللي بيحبها كده مقلية ما بيحبهاش في الصلصة خالص، فممكن ياكلها كده مقلية، بتبقى لذيذة قوي وحلوة. وريحتها جبارة بصراحة. ودي كانت طريقة الكفتة على طريقة وجه بحري، كفتة الجمبري، مع ألف سلامة.